صباح الخير. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كيكه صحيه بدون دقيق ابيض وبدون سكر. هنعمل مع بعض كيكه التفاح والقرفه. طعمها حلو جدا، مشبعه، لذيذه. بس قبل ما ابتدي الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي ولايك وشير لو عجبتكم الوصفه. انا اماني ويلا نبدا. هنحتاج بيضه واحده، عليها معلقه صغيره خل ورشه فانيليا. هنحط معلقه كبيره عسل ابيض. نقلب. هنضيف كمان معلقة كبيرة زبادي. وصفة الزبادي انا عملتها على القناة قبل كده، هسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف عشان لو حابين تشوفوا الطريقة بالظبط. هقلب تاني. هنضيف كمان معلقة كبيرة زبدة سايحة. وهنقلب كمان مرة. بعد كده هنضيف المكونات الجافة اللي هي معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، رشة ملح، ومعلقتين كبار شوفان مطحونين. ونقلب تاني. هنضيف عليهم تفاحة واحدة صغيرة مبشورة. ونقلب كمان مرة كده بسرعة. بعد كده هنجيب بقى القالب اللي هنحط فيه الكيك وهندهنه كويس جدا زبدة او سمنة. وهنحط فيه الخليط اللي احنا عملناه وندخله فرن سخن على درجة حرارة 180 لحد ما يستوي. هخبطها كده خبطتين علشان لو في اي هوا زيادة يطلع، وبس ادخلها الفرن. وبس كده بعد ما خلاص استوت طلعتها من القالب اللي انا كنت حطاها فيه وحطيت عليها شوية شوفان وشوية صوص شوكولاتة. وبس كده. شايفين الهشاشة بتاعتها حلوة جدا، مستوية كويس، تحفة، بتشبع جدا جدا. بس دي كانت وصفتي النهارده، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. وبس كده، اشوفكم على خير ان شاء الله قريب جدا جدا في وصفات كتير جديده. مع السلامه.